في زمن قديم لما كانت الحقيقة بتمشي وسط الظلال والناس بتحكي عن الرعب همس مش بصوت، كان فيه مخلوق اسمه لوحده يرعب. الذئب الرهيب مش مجرد ذئب، دي قصة من اللي بتختبر فينا الخوف وتفكرنا ان في كل مخلوق آية من آيات الخالق. وقبل ما نكمل الحكاية خد نفس عميق وخلي قلبك حاضر وصلي على الرحمة المهداة والنور اللي ملا الظلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما كان وعدد ما يكون وعدد الحركات والسكون. النهاردة هنمشي سوا في طريق غامض، نفتح باب منسي وندخل أرض الذئب من زاوية مختلفة مع عصام الجندي. زمان كان في كائنات بتمشي على الأرض دي مرعبة وقوية ومختلفة تماما عن اللي احنا عارفينه دلوقتي. منهم حيوان اسمه الذئب الرهيب، اسم على مسمى، حيوان أقوى من أي ذئب معروف، كان بيعيش في أمريكا الشمالية وكان بيصطاد في جماعات، صوته يخض وحجمه يخلي أي فريسة تفكر 1000 مرة قبل ما تقرب من منطقته. لكن مع مرور الزمن واختفاء أنواع كتير من الكائنات الذئب الرهيب انقرض يعني خلاص انتهى. المفاجأة لا، في فريق علمي قدر يقرب خطوة ضخمة ناحية إعادة الذئب الرهيب للحياة. تعال نحكي من الأول وندخل الزاوية اللي محدش بيبص منها. الذئب الرهيب مش مجرد نسخة كبيرة من الذئب العادي، لا، ده كائن تاني خالص، أكبر وأضخم وأسنانه أطول وعنده فك أقوى. كان بيعيش من حوالي 10,000 سنة وانقرض مع موجة انقراض ضخمة شالت معاه حيوانات زي الماموث والنمر ذو الأسنان السيفية. بس العلماء لقوا بقايا عظيمة سليمة جدا للذئب ده، وده فتح باب كبير جدا. هل ممكن نرجع كائن منقرض تاني؟ هل العلم وصل للدرجة دي؟ في حاجة اسمها التقنيات الجينية الحديثة، دي باختصار طرق العلماء بيستخدموها علشان يعيدوا ترتيب الحمض النووي DNA بتاع الحيوانات المنقرضة ويحاولوا يركبوه داخل خلايا كائنات قريبة منهم. يعني ايه؟ يعني لو جبنا DNA بتاع الذئب الرهيب وركبناه في بويضة ذئب عادي او كلب، ممكن نبدأ نخلق جيل جديد من الذئاب الرهيبة. فكرة كانت خيال علمي بقت علم حقيقي، وفي شركات دلوقتي، شركات علمية حقيقية شغالة على مشروع اسمه دي اكستنشن، يعني إزالة الانقراض. في سنة 2024 مجموعة من العلماء أعلنوا إنهم قدروا يحددوا التسلسل الجيني الكامل للذئب الرهيب، وإن في تشابه كبير بينه وبين بعض أنواع الكلاب الحديثة. بكده بدأوا يعملوا تعديل وراثي في خلايا الكلاب علشان يعيدوا بناء الكائن المنقرض ده خطوة بخطوة. ومش بعيد خلال سنين بسيطة نسمع خبر غريب، أول ذئب رهيب بيتم ولادته بعد آلاف السنين من الانقراض. ناس كتير بتسأل، لو رجعنا الذئب الرهيب هل هيعيش في بيئة مختلفة عن بيئته الأصلية؟ هل هيكون خطر على الحيوانات الحالية؟ ولو قدرنا نرجع الذئب هل نرجع الديناصورات؟ فيه جدل كبير حوالين الموضوع. فيه ناس شايفة ان ده اختراق علمي هيغير شكل الكوكب، وناس تانية شايفة انه عبث بالطبيعة وممكن يولد كوارث احنا مش مستعدين ليها. بس برضو ناس بتقول اننا ممكن نستخدم التكنولوجيا دي في حماية الحيوانات المهددة زي وحيد القرن او النمر السيبيري ونمنعهم من الانقراض اصلا. طب هل ممكن حيوانات تانية ترجع؟ الماموث في مشروع شغال فعلا لإعادة الماموث الصوفي باستخدام خلايا فيل آسيوي. نمر تسمانيا شبه الكلب بس من فصيلة الجرابيات. العلماء بيقولوا انه مرشح قوي للرجوع، يعني مش بس الذئب الرهيب، القائمة ممكن تكبر جدا. بس السؤال الحقيقي، هل احنا مستعدين؟ هل البشر قادرين يتحكموا في حاجة رجعوها من الماضي، ولا هنفتح باب لوحوش منقرضة ونندم زي ما رجعنا حيوانات؟ هل هنفكر في إحياء نباتات أو حتى أنواع بشرية قديمة
القديمة كل ده بيدور حوالين فكرة واحدة: احنا كبشر بنقدر، لكن هل لازم نعمل كده؟ ولا في حدود لازم نحترمها علشان التوازن اللي موجود في الطبيعة ما ينهارش؟ في الآخر رجوع الذئب الرهيب ممكن يبقى معجزة أو كارثة، بس في الحالتين احنا دخلنا على زمن جديد، زمن فيه الماضي ممكن يرجع، والحكايات اللي كنا بنسمعها ممكن تبقى واقع. ودي كانت زاويتنا النهاردة من قناة من زاوية مختلفة. افتكرت انك كنت فاهم القصة؟ يمكن الزاوية دي غيرت كل حاجة. لو شفت اللي ورا السطور فده معناه انك ابتديت تشوف من زاوية مختلفة. ما تنساش اللايك والاشتراك، ودايما خليك قريب، وصلوا على اللي علمنا نحب ونفهم ونرحم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وخليك فاكر، كل حكاية وراها زاوية، وكل زاوية وراها حكاية. وبس كده يا صديقي، استناني الحلقة الجاية. سلام.